سفيان أمرابط، المقاتل والمحارب والأسد، هكذا تم وصفه من قبل عدة صفحات وقنوات تلفزيونية من بعد الأداء الرجولي اللي قدم في مباريات كأس العالم اللي بين عن النفس الحارة لعائلة أمرابط. فداك الشي علاش في هذا الفيديو هذا غادي نعرفوا قصة سفيان أمرابط، واللي بدا من تحت الصفر ومن عائلة فقيرة لأحد ركائز المنتخب المغربي ومحط أنظار لبزاف الفرق العالمية، اللي صبر واجتهد وتقاتل باش انه يوصل للشهادة كامل. فكيف العادة باغي تعرف علاش وكيفاش ومناش وبزاف د المعلومات، خلي معك واحد اللايك للفيديو وشي كومونتير زوين، وما تنساش بارطاجي الفيديو. وهذا ما كان، نبداو على بركة الله. في 1996 21 غشت تزاد سفيان أمرابط في هولندا، وبالضبط في مدينة بلاريكون، من أبوين مغربيي الأصل على قد الحال، واللي كينحادروا من ناظور. قصة سفيان أمرابط مع الكورة بدات وهو صغير، فاش كان كيلعب في ملاعب القرب مع صحابه، وعلى يد خو نور الدين أمرابط غادي تسجل بأحد النوادي في الحي اللي كيعيش فيه، وتم تعلم أساسيات كرة القدم وطور من راسو. ومن بعد انتقل لأكاديمية نادي أونتريخت الهولندي، واللي دوز فيها بزاف الاختبارات وتقبل. وهنا الحلم ديالو كبر وبدا كيصعد من فئة لفئة، وبين قوسين نذكروا هاد المقولة هادي واللي قالها الناخب الوطني والد الركراكي: خصك تحلم باش توصل. ولا قلتي واحد الولد بناي ما يقدرش يكون شي حاجه في حياته، عمره ما يقدر يديرها. وحنا دابا حنا لافريك عمرنا ما دينا كوب دي موند. علاش ما نحلموش بها وعلاش ما نقدروش نديروها؟ هادي سان ميساج دو بوزيتيف بور لافنير، وهادشي اللي كنقول للدراري. حتى حنا ولا دخلنا غنقولوا عمره ما نقدروا نديروا كوب دي موند، غنخسروا غدا. فبالرغم من البعد اللي كان بين الأكاديمية والدار ديالو، واللي كيتقدر 22 كيلومتر، وهنا سفيان صبر وتقاتل بكل إرادة لتحقيق الهدف ديالو. وفي 2013 وقع أول عقد احترافي ليه، واللي كان مع نادي أونتريخت من بعد الأداء المميز ديالو في كأس العالم الناشئين مع المنتخب المغربي في الإمارات. ومن بعد 5 سنين مع أونتريخت، وبالضبط في 2017 غادي ينتقل نادي فاينورد روتردام الهولندي بصفقة كتبلغ 5 مليون دولار. وهنا وقع عليه المشكل مع المدرب، واللي كان ديك الساعات كيلعبوا في عدة مراكز وما كيلعبوش في المركز اللي كيلعب فيه. وهنا قرر انه يغادر الفريق، والوجهة كانت الدوري البلجيكي. في 2018 وقع عقد مع نادي كلوب بروج البلجيكي لمدة عامين بصفقة كتبلغ 2 مليون يورو. وهنايا وقع عليه نفس المشكل مرة أخرى، وكان صعب أنه يلقى بلاصة في هذا الفريق هذا، بالرغم من الخدمة اللي كيدير والتدرب يوميا من أجل لفت انتباه المدرب والإرضاء ديالو، ولكن والو. وهناك أي لاعب ما عجبوش الحال، فقرر أنه ينتقل من الفريق هذا. 2019 22 غشت مشى إعارة النادي فيرون الإيطالي، وتم اختار رقم 34 تضامنا مع اللاعب عبد الحق نوري. وهنا غادي يلعب في المركز اللي كيرتاح فيه كلاعب خط وسط. وهنا يستغل الفرصة وخدم مزيان وقدم أداء جد جيد وموسم ممتاز مع الفريق ديالو، وهادشي اللي خلى انه يزيد يثق في راسو ويطور من راسو اكثر. في 2020 فاز افضل لاعب في الموسم وافضل لاعب افريقي في الدوري الايطالي، جوائز اللي كتبين بانه عنده ما يقول. وهنا يصبح محط انظار لبزاف الفرق الايطاليه، نابولي وانتر واس ميلان واخيرا فيرونتينا، واللي وقع معها عقد لمدة 5 سنين بصفقة كتقدر ب20 مليون يورو. وهنا يقدر انه يكسب ثقة المدرب ويكون لاعب اساسي في الفريق، وكيقدم اداء ممتاز لحد الساعة. فمن بعد الاداء الرجولي والقتالي في مونديال قطر 2022، واللي قاع الناس شافوه، قاع المدربين كيدويو عليه وقاع المحللين، وهنا سفيان أمرابط اصبح محط انظار لبزاف الفرق العالمية كليفربول توتنهام وبرشلونة. واللي خاص بزاف الناس انه يعرفوا هي انه سفيان أمرابط تلقى دعوة لتمثيل هولندا ويشارك في تصفيات كأس العالم 2018، ولكن بدون جدوى. سفيان أمرابط
رفض الدعوة ومثل بلد الأم ديالو المغرب. الإخوان والأخوات، وصلنا لنهاية قصة سفيان أمراب. القصة هذه اللي كتعلمنا أنه من بعد الصبر كاين الفرج. فقط دير النية وخدم وتقاتل على الحلم ديالك، الله عز وجل ما غاديش يخيبك. فهذا ما كان معكم نور الدين بلاس. السلام عليكم.